السلام عليكم حبوباتي، ان شاء الله تكونوا بخير وان شاء الله تكونوا بصحه جيده. مرحبا بالمشتركين الجدد، نقول لكم شرفتوا القناه ديالي اللي هي في الاساس قناتكم، قناه الطبخ اسهل مع ام يونس. واخيرا جبت لكم حساء السمك اللي انتظرته بزاف بزاف، والبورك تاع السمك عفوا، راح تلقاوه في فيديو اخر مستقل على هذا الفيديو. ان شاء الله تعجبكم الوصفه، وما تنسوش تصلوا على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والتسليم. اول حاجه نديروا قدر من الماء، نديروا فيه العواد تاع البسباس، ونديروا هذوك الشوك العريسان كاع واش كاين في الحوت، نحطوهم يغلوا. نروحوا للقدر الثاني نديروا شويه زيت والزيت زيتون باش ما يتحرقليش. وبالنسبه للخضر تاع حساء السمك معروفه اللي هي حبه بطاطا، البسباس حبه بسباس، زوج حبات تاع الجزر، والطماطم حبه كبيره قشرتها وقطعتها، زوج سنينات تاع الثوم. تبعوا معايا خطوه بخطوه وراح تنجحوا في هذا الحساء باذن الله. هنا درت الريش تاع البسباس، يعطي لي واحد الحلاوه واحد البنه رائعه البنات. ونروحوا للبورو، البورو اللي هو اساس في حساء السمك. الا ما عندكمش البورو ديروا البصل عادي ولا البصل طويل تاني، يجي بزاف فيه بنين. وزوج وريقات تاع رند. وبالنسبه للتوابل عندنا غير ملح وفلفل الكحل. سيو ما ديروش الكمونيه البنات، راح يغطي لكم يبحر كامل الريحه تاع الحوت هذيك. وملعقه كبيره تاع الطماطم المصبره. اساس تاع البنه تاع الحساء تاع السمك هو التقليه. اي انواع تاع الحساءات البنات خلوا الخضر تاعكم تتقلى في ماها وفي زيتها حتى تدبل كامل باش تروحوا تمرقوها. هذه باش تعطيكم الحساء اللي يكون بنين. هنا نروحوا للقدر اللي حطيت فيه الريصان والشوك تاع الحوت هذاك، نحي كامل هذا الرغوه اللي هي تكون خرجت كاع الفضلات تاع دوك الاشواك كيما الدم وما شابه ذلك البنات. نحوها كامل باش هذاك المرق نمرقوا به. شوفوا بعد ما تقلات المقدره تاعي، يعني شوفوا كيفاش دبلت كامل الخضره، نروح نمرق بهذاك الماء كامل. ونروح للحوت هادو البقايا اللي قعدوا نحي لهم كامل الحوت اللي كان عالق فيهم. وانا درت قطعه مليحه تاني معاهم، قطعه كبيره تاع الحوت باش الحساء يجيني معمر حوت، يعني ندوق الحوت، نحب ندوق الحوت في الحساء. نحط كامل هذاك واش نحيت من الحوت هذاك ونميكسيهم البنات، وتخرج لكم واحد الحساء واحد الحساء واحد الحساء. الى جربتوه البنات بهذه الطريقه، جبت لكم الطريقه الاصليه تاعو، جربوه بحذافير وما تبدلوا حتى حاجه، وراح تجيكم واحد الحساء اللي تاكلوه في المطاعم بزاف 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 بنين. ما قادرين غير نقول لكم يا الحباب اتهلاو في روحكم في فيديوهات مقبله. ما تنسوش تخلوا لي لايك وتعليق، هذا الشيء راح يدعم القناه تاعي. اتهلاو في روحكم البنات، سلام.